مش كورتو موزو، يعني لونجو موزو شويه. الجولة 14 من الدوري الإيطالي، وبعد كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع وتأهل اليوفنتوس وأتلانتا ونابولي بصعوبة في البنالتيات والإنتر وبولونيا وخروج الميلان من دور ال16 على يد لاتسيو وتأهل لاتسيو، فاضل لنا روما وتورينو وفيورنتينا وكومو، هنعرف ايه اللي حصل. ولكن دي كانت مباراة الكأس في منتصف الأسبوع. نبدأ الكلام على الجولة 14 وفي عجالة فوز ساسولو 3-1 على فيورنتينا. فيورنتينا لا يعرف الفوز حتى الآن، وساسولو ماشي كويس بشكل كبير. الانتر يدغدغ كومو، ولكن يعني إلى حد ما، مش هقول بالحظ لأن أكيد مش 4-0 بالحظ، ولكن كان كومو ضاغط، ووقت ما هو ضاغط اترد، يعني ضيع كوره ما تضيعش، وبعديها على طول رد الجون بتاع تورام، يعني هو حط فيها رجله بس يعني كان فيها توفيق بشكل كبير. وبعد كده الليله فتحت يعني 4-0، نتيجه كبيره للانتر على كومو. هنتكلم في الترتيب، وكانت فرصه لليوفنتوس ضيعها ان هو يتقدم على كومو وعلى بولونيا اللي تعادل برضه هنتكلم. ولكن هيلاس فيرونا بطريقه غريبه جدا يفوز 3-1 على اتلانتا. اتلانتا بعد ما كان ماشي كويس جدا مع بالادينو يخسر خساره مفاجاه وبنتيجه الى حد كبيره من احد المتزيلين. ولكن ده كان اول يوم. بعدين يوم الاحد كان عندنا 4 ماتشات. كريمونيزي ليتشي يفوز 2-0، كريمونيزي على ليتشي، بينالتي وهدف. المهم يعني فوز عادي جدا. وخساره اخرى غريبه جدا جدا لروما على كالياري، طردوا لتشيليك، وبعديها كالياري يعني حاول لحد ما نجح في الفوز. يعني تعثر غريب جدا لروما ويفقد الصداره. وهنتكلم برضو على الترتيب. لاتسيو بولونيا 1-1، تقاسموا الاهداف والنقاط وبنفس الطريقه تقريبا. دربكه هدف اول، دربكه لاتسيو على طول يرد في اول هجمه، يعني ردوها على طول بولونيا. وبعدين الماتش كان سجالي الى حد ما مع تفوق نسبي الى لاتسيو اللي ما ترجمش الموضوع ده لنقاط ولا الاهداف. ثم ختام اليوم بفوز نابولي 2-1 على يوفنتوس. يمكن اتكلمت وعملت الحلقه، ولكن يعني ماتش تم ادارته بشكل سيء من سباليتي، ويعني 2-1 انا شايف مستحقه طبعا لنابولي. واحنا للاسف قاعدين يعني برضو بعد ما كنا مش هنتكلم، ارجعوا للحلقه، مش هطول في هذه الحلقه او الملخص. نخش بعد كده. اخر يوم كان في بيزا بارما يفوز على بيزا 1-0. يعني برضو كان في توفيق كبير، يعني بصراحه ربنا بيزا ضيعوا كتير، ولكن بارما يفوز في النهايه. ودينيزي يخسر من جنوا، وجنوا مع ديروسي ابتدى ياخد نقاط 3 نقاط غاليه جدا خارج الديار. 2-1 لجنوا على اودينيزي بره ارضه. وثم ذلك تورينو ميلان 2-3، ميلان يعود او تورينو يفرط في 3 نقاط غاليه جدا. تقدم 2-0 في اول 17 دقيقه، ولكن ميلان يعود 1-1. هدف ولا اروع، تقليص الفارق رابيو، اعتقد احلى هدف في الجوله، شوطه من بعيد شكلها ولا اروع. يمكن هو وهدف يلدز برضه اللي من خرب ابره، اللي ما كناش يعني متوقعين ان هو يجيب هذا الهدف او يشوطها في الزاويه دي. فبصراحه ربنا هدف يلدز جميل، ولكن هدف رابيو كان يمكن الاروع، شوطه من بعيد رائعه. ثم بعد ذلك بوليسيتش زي ما عايزين قولوها يعود بهدفين 3-2. مش كورتو موزو، يعني لونجو موزو شويه يعني. المهم انا قصدي هو في الاخر هدف في الفارق لميلان، يعود من 2-0 ل 3-2 ويتصدر. وهنتكلم على الترتيب. طبعا الترتيب ميلان في الصداره هو ونابولي ب 31 نقطه، هما الاثنين نفس العدد النقاط، ولكن فارق الاهداف لميلان في الصداره، ثم نابولي، ثم بعد ذلك الانتر منفردا بالمركز الثالث ب 30 نقطه. كان روما عنده يعني فرصه يبقى زي الانتر، ولكن يفرط في الموضوع ليبقى في المركز الرابع برضه منفردا ب 27 نقطه. بولونيا في المركز الخامس منفردا ب 25 نقطه، وكومو في المركز السادس منفردا ب 24 نقطه، ويوفنتوس في المركز السابع منفردا ب 23 نقطه. كان عنده فرصه ان هو يبقى خامس بدل بولونيا، ولكن خلاص هيهات. ثم بعد ذلك عندنا بقى ساسولو وكريمونيزي على فارق او على بعد 3 نقاط من اليوفنتوس ب 20 نقطه، سابع وثامن. ثم لاتسيو. يعني بعيد بقى الجدول انا بحط لكم متزيلي الترتيب
كالعادة فيورنتينا ب6 نقاط وحيدا في المركز ال20. هيلاس فيرونا بعد الفوز يعني خد 3 نقاط كده، لسه ما طلعش من تحت المية، ولكن لسه يعني بيحاول اهو 9 نقاط. وبيزا في المركز ال18 ب10 نقاط. يعني جنوا هو ابتدى يخش في منتصف الجدول 14 نقطة، يعني فوزين طبعا فرقوا معاه بشكل كبير. الجولة القادمة الجولة ال15 تبدأ يوم الجمعة بليتشي بيزا، يعني هنشوف ايه اللي هيحصل فيه. ثم بعد ذلك يوم السبت عندنا 3 ماتشات، تورينو كريمونيزي. هنشوف ايه اللي هيحصل، تورينو اللي بيفرط في الفوز ده، وبارما لاتسيو، ثم بعد ذلك اتلانتا كالياري. دول 3 ماتشات يوم السبت. الحد ميلان ساسولو، هنشوف ساسولو هيعرف يعرقل الميلان ولا لا. فيورنتينا هيلاس فيرونا، يا ترى صراع القاع دلوقتي بقى فيورنتينا بنتكلم على القاع. اودينيزي نابولي، لا اعتقد اودينيزي هينفع ولا هيعرف يعرقل نابولي، ولكن نتمنى طبعا. جنوا الانتر، هنشوف جنوا هيكمل مع ديروسي، هيعرف برضو يقتنص اي نقطة من الانتر ام لا. ثم برضو ماتش تقيل جدا جدا لليوفنتوس بولونيا خارج ارضنا. بولونيا فريق قوي جدا هجوميا، وربنا يستر، يعني سرعات والتحامات، واحنا على الله حكايتنا حتى الان، فربنا يستر. ثم تختتم الجوله يوم الاثنين بروما كومو، ماتش قوي جدا 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 برضو بالنسبه يعني للصداره. وهنشوف يعني هو الدوري السنه دي حبه فوق وحبه تحت ونتائجه، ولكن اعتقد ان هو ممتع في نتائجه وفي ادائه بشكل كبير. طبعا النهارده وبكره عندنا ماتشات تشامبيونز ليج. اليوفنتوس طبعا هيكون بكره يوم الاربعاء، ولكن نستعرض فرق ايطاليا هتلعب مع مين النهارده او بكره. طبعا في ماتش كبير جدا اتلانتا تشيلسي، يعني اتلانتا على ارضه سيواجه تشيلسي، وعندنا الانتر مع ليفربول برضو هيكون ماتش قوي جدا، وان كان ليفربول على الله حكايته الايام دي ومواضيع صلاح ومشاكل مع صلاح، ولكن دول ماتشين النهارده بتوع الطليان، ويمكن من اقوى الماتشات يعني كمان، يعني لو اتكلمنا عليهم كله ده النهارده هيكون اقوى ماتشين. ثم بعد ذلك بكره عندنا ماتشات نابولي مع بنفيكا بالنابولي برضو دول يعني هيكون ماتش قوي جدا، ويوفنتوس مع بافوس. نتمناه يعني يكون فوز لينا وربنا يستر نرجع للفوز، لان مهم جدا في صراع الشامبيونز. وطبعا في اليوم ده في ماتش قوي جدا جدا ريال مدريد مع السيتي، فهنشوف ما سيحدث النهارده وبكره. دي دردشه سريعه على خلاصه الجوله 14 من الدوري الايطالي. باذن الله يكون لنا لقاءات في حلقات او لايفات قادمه. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش بس قناه عن اليوفنتوس او عن الكوره او الكالتشو، لا فيها كلام طبي وكلام عام. بصوا واستعرضوا القوائم، ويا رب كل من يدخل القناه يجد ما يمتعه وما يفيده. ولو لقيتوا هذه القناه تستحق الاشتراك، ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحة، ونتقابل على خير سواء في اللايف الجاي أو الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.